الخساره. محمد ابو جريشه يعلنها صريحه، اللعب بالراس مش بس حماس، ده فكر واحساس. محمد محسن ابو جريشه ارتقى فوق الجميع، وجه براسيه اعلى من الجميع. فرحه الجماهير الدراويش بالفعل. ابو جريشه يعلن عن اول الاهداف، بالفعل يحرز ولا يخاف. ادي اعتراض من حسام حسن على الهدف بقى ولا ايه يمكن مش عارفين، لكن محمد محسن ابو جريشه وكانه كده بيغازل بقى كابتن محمد صلاح ابو جريشه، بيقول له ادي هدف جميل، وكان عائله ابو جريشه هتكون دايما موجوده، هتكون صاحبه الانتصارات في النادي الاسماعيلي. ابو جريشه يعلن عن سادس اهدافه هذا العام، لكن عرضيه جميله جدا من احمد سمير. ادي ابو جريشه ارتقى ارتقاء عالي جدا، لعبها بقى في الزاويه البعيده لمرمى امين توفيق، ما يقدرش يعمل لها اي حاجه امين توفيق. تعلن عن الهدف الاول، تتهادف الشباك، تتهادف الشباك المصريه للاتصالات بهدف اول رائع، بهدف اول مش عادي، على درع الدوري بينادي. هل ممكن بقى الهدف ده يكون هو فرحه النادي الاسماعيلي بثلاث نقاط غاليه جدا؟ هنشوف، لكن اعتقد ومن خلال وجهه نظر متواضعه جدا ان في اهداف ثانيه ان شاء الله، سواء بقى للاسماعيلي او للاتصالات ما يهمناش، المهم نشوف لقاء جميل. لكن هو لقاء جميل الى الان. ادي فرحه اسماعيلويه بالهدف الرائع، بالهدف الاول لمحمد محسن ابو جريشه، اللاعب العائد من رحله احتراف في